الى الكابتن محمود الخطيب من الكابتن وسام ابو علي. كابتن محمود، مساء الخير. احب ابلغ سيادتك ان عرض الريان القطري بالنسبه لي عرض جامد جدا، عرض من الصعب ان انا ارفضه، عرض مرتبه عالي جدا، ودي بالنسبه لي فرصه قد لا تتكرر مرة أخرى، لذا يرجى قبول هذا العرض. رسالة من وسام أبو علي لكابتن محمود الخطيب. طبعا كل الكلام اللي عاد سامعينه ان الاهلي بيميل انه يوافق على عرض الريان، وان وسام عايز امريكا وامريكا هتدفع اقل، وكل ده يعني كلام في الميديا كتير، لكن العرض الاقرب واللي وسام عايزه لان في فلوس اكتر هو عرض الريان القطري. خد بالك يعني. طيب، في حاجتين احنا مستنيينهم على السلقط والملقط. عارفين على السلقط والملقط دي يعني احنا قاعدين مركزين او مستنيين بقى. الاهلي قال لك المعسكر يوم الاثنين وحط على البيج بتاعته صوره قد كده، عوده بقى النجوم للتدريب مع فتره الاعداد يوم الاثنين اللي جاي. احنا قاعدين بقى على السلقط، يعني يوم الاثنين قبل التدريب بساعتين هتلاقوا الناس قاعده بتاعت السوشيال وبتاعت المواقع والجرايد وكل الناس وماسكه الموبايل وماسكه مستنيين يشوفوا وسام جاي ولا مش جاي. فلم يظهر وسام. تخلف وسام ابو علي عن تدريبات النادي الاهلي. وسام ابو علي يدخل في ازمه، وسام ابو علي تدخل في نفق مظلم مع النادي الاهلي. وسام ابو علي يتمرد على النادي الاهلي. الاهلي يبدا اتخاذ خطوات تجاه وسام على طول يوم الاثنين قبل ميعاد الامتحانات على السلقط والمنطق. الناس كلها مستنيه هل وسام هيلتزم وهيجي في الميعاد يوم الاثنين قبل السفر لتونس ب5 ايام ولا حاجه، ولا مش هيجي، ولا قصته بتنتهي ولا مش بتنتهي. والكلام اللي عمال يطلع ان الريان صرف نظر. لا، وسام بعت الرساله اهو، قال له انا عايز الريان. لا، الامريكان زيطه بقى. بس بص يعني، طالما الموضوع دخل في الحواديت دي تعرف ان وسام بنسبه 99% و99 من 1000 خارج النادي الاهلي هذا الموسم. انا عايز اسال سؤال. لما لعيب بجد يعني يقدم شكوى ان ليه فلوس عند نادي بسبب عقد اللي هو 3 سنين، وان الفلوس اللي ليه هناك 82 مليون و550 الف ولا 55 الف، 82 مليون ونص يعني. طب هو خد كام في ال3 سنين؟ طب عقده ده كان بكام عشان يوصل ان انت اللي باقي لك المستحقات اللي بتاكل عليك وفق رايك انت حوالي 83 مليون جنيه؟ خد بالك يعني. زيزو اشرف عبد العزيز المحامي بتاعه مقدم امبارح شكوى رسمي لاتحاد الكوره، بيقول احنا لينا 82 مليون ونص المليون تقريبا عند نادي الزمالك، وغير مكافأة الكاس اللي مرضيش ايمن الرمادي يلعب زيزو فيها ولا الاباني، واحد من الاثنين مرضيش. الاثنين قالوا ده كان عايز والتاني رافض، وده قال ده كان عايز والتاني رافض. المهم يعني ده غير مكافأة الكاس. وبدأت الناس بقى تجتهد، هو الفلوس دي متقسمة ازاي؟ قال لك ان في 24 مليون متأخرات من الموسم اللي هو الاخير ده اللي خلص ده. طب هو عقده كان بيقول 30 مليون وشوية، يعني خد 6 مليون في السيزون كله وما خدش 24 مليون. يعني ده قد ايه؟ خمس العقد. خد تقريبا خمس العقد. طب ليه حق يمشي؟ يعني اذا كان الكلام ده سليم، يعني واحد ما خدش غير خمس اجره طول السنه، طول السنه، يبقى دي مشكله كبيره جدا. بص بقى التصنيف عامله ازاي. بيقول لك 15 مليون جنيه بونص
2023 20 مليون جنيه بونص موسم 23 24 20 مليون جنيه تانية بونص موسم 20 24 20 25. مش عارف حكايه البونص دي. يعني هو الانديه اصلها ايه؟ اسهل حاجه املى البنود. مضى خلاص خلفت راجل يابا، عملت اللي عليا زي الفل، خلفت راجل يابا. يعني ده و24 مليون الموسم اللي فات مستحقات، و20 مليون بوانص، وهو قابض 6. يعني كان ب50 ولا ب30 ولا ب60. الواحد تاه وداخل في القصص دي. ولسه ليه 3 مليون عشان شارك في 15 ماتش في الموسم. يعني انا ماضي عقد 30 مليون، وفي بند بيقول لو شاركت في 15 ماتش في الموسم اخد 3 مليون جنيه غير ال 30 مليون جنيه. طب يعني طب لو ما شاركتش في ال 15 ماتش في الموسم مش هاخد ال 3 مليون، لكن هاخد برضه ال 30. انا ما اعرف. وفي 200,000 جنيه بدل سكن. طبعا العقد طبعا متدغدغ تماما، فبيديله بدل سكن عشان زيزو مش هيعرف يسكن. طبعا في كان في 200,000 جنيه بدل سكن. وفي مكافاه الفوز ببطوله كاس مصر. دي الحاجات اللي طالبها زيزو، ودي موجوده في العقود ومن حقه. طب هو من حقه يطفش بعد الارقام دي ما تظهر كده ان ليه فلوس عند نادي الزمالك بهذا الحجم على مدار 3 سنين، ولا ما كانش حقه يطفش؟ وقال بقت في مبالغات لهذه الدرجه في العقود. يعني الارقام بقت بهذا الشكل لدرجه ان لعيب يقعد ياخد في فلوس قد كده، وبعدين لما يختلف ويمشي ويشكو يبقى لسه ليه 82.5 مليون جنيه متاخرات عباره عن بوانص. يقول لك بونص عن موسم 22 3. عارف بونص ده يعني ايه؟ يعني لو جاب 10 اجوال، يعني لو دخل منتخب مصر ياخد 2 مليون جنيه. لو جاب 3 اجوال مع منتخب مصر ياخد 5 مليون جنيه. عارف لو جاب ب 10 اجوال في الدوري المصري ياخد 6 مليون جنيه. لو كده لو شال الشنطه معهوش حد يشيلها له ياخد مليون جنيه. لو جه في ميعاده ياخد مليون جنيه. لو ما دخلش الحمام واهتم بمحاضره الراجل وقالوش عن اذنك بس ياخد مليون. كده ما البونص كده. يعني يعني 20 مليون جنيه بونص عن الموسم 23 24. البونص اللي هو ايه؟ عشان يوصل ل 20 مليون جنيه متاخره، ويكون انت حققت التارجت علشان تاخد البونص. يعني مثلا لو قال لك هتاخد 3 مليون جنيه لو جبت 10 تجوال، فلازم تكون حققت التارجت. يعني جبت ال 10 تجوال عشان تاخد ال 3 مليون جنيه. ده غير البونص بقى اللي هو ما حققلهاش التارجت. ما اعرفش، ده ممكن يكون يعني ممكن يكون في بونص مثلا ان كل يوم تلبس بدله. انا ما اعرفش، يعني عشان كل الكميات الفلوس دي زيزو عن طريق اشرف عبد العزيز بيشكو فيها نادي الزمالك. انا ما اعرفش الانديه هل بتراجع الكلام ده قبل ما تاخد موقف، ما اعرفش. المتحدث الرسمي للزمالك احمد سالم قال ما جالناش اي شكوى، لكن لما تجيلنا شكوى ويجيلنا اخطار بالشكوى هندرسها من الناحيه القانونيه وسنرده بالمستندات. عشان تبقوا عارفين اتحاد الكوره حدد يوم 14 يوليو. انت عارفين النهارده 10، هو حدد 14 يوليو ده هيبقى جلسه الاستماع في لجنه شؤون اللاعبين في شكوى الزمالك ضد زيزو. عشان لما قلت لكم قبل كده ما فيش جلسه اتعملت ولا في ميعاد ولا الزمالك ما راحش، لا هم يوم 14 يوليو